معنا اليوم الوطني السعودي، ونختصر الموضوع اقول احنا قبل الملك عبد العزيز نذبح عابر السبيل عشان خروف، واليوم بعد عبد العزيز نذبح خرفان لعابر السبيل. ما ينكر الفضل الا جاحد، احنا عشنا حاله جهل وفقر وتشتت وظلام. قبل الملك عبد العزيز كان المسافر ياخذ كفنه ويوصي على عياله لانه يمكن ما يرجع، خوف وانعدام امن. قبل الملك عبد العزيز القبيله المجاوره لقبيلتي عدوه، واليوم اخر قبيله على حدود مملكتنا صديقه لقبيلتنا وبينهم نسب ولاء. في بلدان الحريات المزعومه يحكمهم واحد من الشارع بس عشان عنده اصوات يشتريها بالفلوس، بغض النظر عن اصله وعن تاريخه. يحكمون الشعوب بالفلوس، واحنا حكامنا حكموا بلدنا بالمبايع والشريعه الاسلاميه. احنا يحكم بلدنا اسره مجد وعز، ساسها جيد ومبادئها ثابته. احنا جمع شملنا واحد حط على يمينه محمد بن عبد الوهاب لانه يعرف لا حكم بدون دين، ومشوا على نهج عياله لان صاروا خدام لبيوت الله. احنا الحمد لله في نعمه وفرخه، الله لا يغير علينا عيشنا وعيشنا دول معنا. احنا في سعه من العيش ندعي لدولتنا ونبني مجادها بسواعدنا ونرفع علمها ونعيش تحت ظلها ونموت من دونها. احنا دوله العز والامجاد والصدق، احنا دوله حقوق الانسان الاولى في العالم لان دستورنا القران. في الغرب يطالبون بحقوق الانسان لانها ضايعه، واحنا حقوقنا حافظها الله ثم لا تمرنا. الطالب له تعليم، والمسن له رعايه، والمريض له مستشفيات، والمحتاج له ضمان. حاولوا بكل الطرق تشكيكنا في دولتنا وانها ضد الاسلام والمسلمين، لكن ياب الواقع والتاريخ الا انه يقول الحقيقه. بالله دوله شغلها الشاغل تنظيم الحجاج في مكه ومساعده المحتاجين من الدول الاسلاميه في جميع انحاء العالم، ينشك في عقيدتها.